السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي تشوفوا شي غرائب كاينه في الجزائر، لا حول ولا قوه الا بالله. والاشكال الكبير هو ان عبد المجيد تبون ما شايفش هادشي اللي كاين حداه دايرون به ما شافهاش. شاف الازمات اللي كاينه في كوبا، مشات لكوبا مسح لهم الديون، الجزائر مسلفه كوبا ديون باش ترجعها لها بفوائد، قال لهم الله يسامحكم وغنزيدكم محطه لتوليد الكهرباء عبر الطاقه الشمسيه ما دايرهاش في الجزائر وغادي يديرها في كوبا. والاشكال هو ان لطفي الدوبل كانون غادي يجيب لهم شي مشاكل كاينه في الجزائر، راه الحماق. ما غاديش نطول عليكم، نخليكم تشوفوا الفيديو، نتمنى انكم تفاعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. مادام نحكيو على تبون راح نبقاو في تبون، ولكن كما قال خونا مولود، يعني تبون هو لازم تعاونوها ويجتهد ودار لكم خبر مليح. يعني ربما ساعات حنا ننتقدوه وساعات يدير حاجه ملاحه البلد مهما يكون البلد. ومره هذه قرر انه يوقف ما كانش فائده على الديون، ما كانش اللي عنده دار ديون ولا سلف من البنكه ما كانش فائده، وحتى الديون وقفوها سيدي ما تخلصوش، بلا وش خير ان شاء الله ما تخلصوش. هذا باش يعاونكم وباش يطلع يعني الاقتصاد تاعكم وباش تتنماو. يعني خبر ربما يفرحوا له الناس، يعني بلاد كامله نحبسوا المديونيه، وبلاد كامله ما تخلصش ديونك درك اخويا، خلي نهار حتى ينوب ربي نحبسوا كلش قانون. داروا قانون يعني ربما جامي رئيس دارها. طبعا مالوروزمون يعني لو ايك سي كو ماهيش للشعب الجزائري وماهيش ليكم يا مواطنين، دارها للشعب تاع كوبا. جاه اليوم تاع كوبا قال له قررت باللي المديونيه والديون اللي بيناتنا اخويا ربي سهل السماح. نسمعوا وش يقول. تفضل خويا المخرج. لذا تقرر في اجتماعنا هذا أن نخفف الوضع الاقتصادي على كوبا، نلغي كل الفوائد المديونية وسنؤجل المديونية إلى حين. شفت باش ننعشوا الاقتصاد نلغي الفوائد تاع المديونية والديون يا من عاش برك ماشي مشكل. هذه كمرحلة باش ما نقول لكمش هذا ديو كادو برك. شوفوا قلبوا شحال حنين اخوتي، قلبوا شحال يعني يحب هكا الخير. يعني ما شاء الله كون جا عندنا رئيس ما شاء الله. بصح هذه الاخرين للناس الاخرين، اما الشعب مسكين كاينين قداه شركه راهي مديونه وما خلصتش الخدامه. هادوك ما يقولهمش نعاونوكم ولا لا دوك الخدامه ربي سهل. كاينين بلديات ما خلصوش صون الغاز مديونين، ديون لهنا. كاينين دي كلوب دو سبور كاينين. اسمع هذا الديبوتي بركه وش يقول جوستومون في قبه البرلمان. تفضل خويا المخرج. ايضا فيما يخص فيه قضيه العقود المنتهيه، الله يجازيكم والله الرسائل يوميا، شوفوا لهم حل الله يجازيكم. قولوا لنا واش كاين باش احنا نبلغوهم على الاقل، يا نطمعوهم في اللي فيه خير يا الامور راهي حابسه. ايضا مؤسسه انجازات الطرقات بوهران 352 موظف في هذه المؤسسه راهم ما يخلصوش من فيفري الماضي، من فيفري 2022. رئيس الجمهوريه قال يعني لابد من رفع الاجور الى غير ذلك. ما شاء الله. خالتي في وهران هم شركات ما خلصوش من فيفري. هي عاونهم يا سي تبون، خلص يا سيدي مول الخدامه وبعديك تفهم. لا احنا نعاونوا كوبا ونطلعوا الاقتصاد تاعها وشعبك خليه مرمد، واللي ما عجبوش الحال هز قشك وامشي عليا. هاي في وهران هاو هدرها الديبوتي وكشغل حصل له من بعد رقحها بواحد موضوع اخر هكا ورفع الاجور وتما تخلطت له. يعني شغل الفكره كيفاه انت ترفع اجور وناس اصلا ما عندهاش اجور منذ فيفري. هذه هي يعني تسمى ولكن انك تعرف ساعه احنا نتفاهموهم، عم بالنا حريه التعبير وما نلوموش الشيخ وما نلوموش، يعني على الاقل معليش زلقت هكا. العقود المنتهيه ايضا اللي يستناو انك تخدمهم ما كانش مساكن. فكيفاه انت تسمح ديون ولا فوائد ديون تاع بلاد اخرى وانت شعبك محتاج، شعبك مضر. نزيدوكم يا سيدي، روحوا في تيبازا يا خاوتي. يعني مطالبهم ماشي انتعاش الاقتصاد. تخيلوا
طلبوا رئيس الجمهوريه يبني لهم دودان. وعلاه؟ خاطرك الطوموبيلات يعديو من تما ديما يعفسوا ولادهم. كرهوا يا خوتي، فخرجوا اليوم قفلوا الطريق وداروا مسيره باسكو زاد مات لهم طفل. تفضل خويا العزيز تفضل. مسجر لهنا هادو ردوهم حطوهم لي هادو ارواح. ايوب هذا الحي يسمى دوار عادل، ورانا مخصوصين في دودانات باه يديروهم لنا. عندنا طفل غير كما توفى هنايا في حادث مرور أليم، 5 وفيات من قبل و6 وفيات من قبل. عندي منهم انايا 2 خياتي في حادث مرور هنايا أليم، وخلينا جواريني كاين اللي عنده 2 وكاين اللي عنده 1 وكل واحد واش عنده. وعدونا وعود كاذبه باه قالوا لنا نديروا لكم لي دودان. كي لحقوا للمير وقالوا له هضروا معاه، قال لهم المير غير مات واحد باه ندير لكم دودانات. قالوا لهم غير مات واحد باه ندير لكم دودانات. دروك شفتوا وعدونا خير، واش حديروا؟ حنطلعوا ديك لا وعدونا يديروا لنا دودانات وما داروهمش. دودان كي تسمع رئيس يسمح ديون تاع كوبا تقول تسمى البلاد هذه رانا في قطر، رانا عندنا كأس العالم. لا احنا مازلنا نطالبوا في دودان. وعدونا وقال لنا المير كون يموت واحد ندير لكم دودان، مادام ما هو ما مات ربي يرحمهم. دودان يا خالتي دودان. نزيدوا نزيدوا سيدي باش بالك الناس يقول لا جبت لنا مثال. معليش نزيدوا مدرسه اخرى سيدي فاه محتاجين، ما عندهمش مطعم. قلت مسخر بيا وشفنا الوزير متدخله قال لهم سي بون والاكتظاظ ما كانش ما زالوا لدرك ما عندهمش مطعم. تفضل خويا المخرج. المدرسة راح تنهار والمطعم فيه الحنيس وفيه الحنيس وفيه حوايج سامة قادر تقتلنا، والصوت الصحي مش قادر يريب علينا. ورجعونا المطعم تاعنا وحنا محقورين. المشكل تاعنا المطالب هما المطعم جا المشروع تاعو وداو حاولوه بلاصه خلاف. احنا نطلبوا من الدوله والسلطات كامله ترجع لنا المطعم تاعنا هذا. بنشوف السلطات يدخلوا في المشيره تاع الدراري هذا اللي قدام سناهم في ما هوش مطعم، راهو براكه يشريو كل فايز نصوتي عليه. الماء في الشتاء راهم في حاله يرسلها يعني صوار ما كاينش الماء. لا ما عندك ما نقول لك. انا ما باه الناس هذم اللي هنا ما يرسكش بولادهم باه الصور يتيح عليهم ولا المطعم يتيح عليهم. وثانيا المقاعد والمهم واش نطلبوا حنا المشروع يبقى في بوزرة. شفتوا ما فهمتوا علاه تبون مش شحنين على الناس هذم. كوبا ماشي مشكل اخويا، مرحبا بك، الديون تاعك ممسوحه ولا الفوائد ما كانش تهنى ومن دخل ماشي مشكل، روح احنا احباب. وهذم ما همش احباب. مطعم بروجي تاع قداه يا سيدي يا سيدي يجيب الفوائد تاع الديون ويبني بهم مطعم. ربي يسهل عليهم تاع كوبا وربي يفتح عليهم ان شاء الله. بس انت مسؤول على شعبك مشك مسؤول على كوبا. نبداو درك تسمحنا كل خطره هك، راك مشك مسؤول على الشعب التونسي اللي راهم خاوتنا وحبابنا، راك مسؤول على شعبك. راك مشك مسؤول على لبنان خاوتنا وربي يسهل عليهم ان شاء الله. بس انت مسؤول على شعبك، راك مشك مسؤول على كوبا، راك مسؤول على تسمى هذا الزهايمر تسمى السيد ما مش فاهم باللي راه مسؤول على شعبه. نزيدوا يا خالتي. كان ناس يحلموا تلمو شافوا السلطات مش هالاتيه بيهم. عندهم يا خالتي مش طريق. شفتوا دوكا تاع تيبازا ما عندهمش دودان، خاطرك جايين في نص طريق يعفسوهم الطوموبيلات. دولة مهملتهم ما دارت لهمش حتى دودان. تخيلوا هادم يا خالتي مش طريق يعدي عليهم التران، فكل مرة التران يدي واحد. راك متخيل دونجي هذاك التران يعفسهم. تخيلوا واش داروا يا خالتي. هي لازم باسرال، الدولة لازم ما بناتش دودان راح تبني لك باسرال. واش داروا السكان يا خالتي؟ جابوا البالا وبيوش حفروا تونال تحت الرايه، وعادوا الاطفال يقطعوا تحت الرايه. سبحان الله، فيلم تاع لي فيكينغ، رانا في فالهالا. اقسم بالله يا خالتي حفروا تحت التران وقال لك بلي الاطفال تاعنا يعديوا من تحت، لقاوها. وهل هذا حل؟
نشوفوا يا خوتي. تفضل اخويا المخرج. عم الواحد راهم ميت الله، ومنهم خويا الله يرحمه. هم قاتلنا واحد انا العام الاول، وواحد قاتلت ليه، وعجوز ميتة مليون. 5 حوادث قتال خلفت 6 قتلى، حصيله معتبره بالنسبه لمقارنه بالسنوات الماضيه. كاين حوادث راهو هنا في المكان هذا، اديها من تلاميذ حتى ناس كبار، كامل الشعب يفوت من كل مكان على بالك. ما جعلهم يفكرون في حفر نفق لأولادهم تحت السكة الحديدية بدل عبورهم من فوقها. حملنا كاميرتنا وخذنا التجربة مع أحد التلاميذ. ولادنا يقراوا صغار، ما صبناش منين نقطعوهم، رانا حفرنا لهم تحت القنطره، حفرنا لهم بالبلا والفاس، فهمت، والتشابه باه ندخلوا ولادنا يخرجوا منا ويروحوا يقراوا. وانا بوي الله يرحمه عندي طفل خويا لان قتلته الماشينه، كي تزقي الماشينه يركب لنا الرعب، فهمت، نقولوا مات واحد ولا مات لا. شفت يا خوتي، صدق او لا تصدق، جابوا حفروا تحت الرايه، ما كانش حل. خونا سي مولود يقولنا لازم نعاونوا تبون. كيف تعاونوا؟ السيده وقاعد يعاون في كوبا وانا نروح نعاونوا؟ السيده وقاعد يعاون في الدول الاخرى. يا ولدي جيب الديون اسحقوهم وزيد هاد الديون تسمى. معليش يا سيدي، تبون قلبه كبير ويحب الخير، تسالو يحب يصدق مليح، صدق بصح صدق صواردك، هذوما ما همش صواردك، هذوما صوارد الشعب. هل الشعب قال لك روح يا سيدي ياك مسامح قول كوبا؟ كل الشعب قال وعدت على البرلمان وكذا وقالوا باللي نفوتيو، الشعب سامح يا سيدي، يعاون صح. انت تصدق صوارد الناس؟ هذه خزينة الدولة وانت راك فونكسيونير، ما يقدرش يعطيك قلبك تسمح في صوارد ناس وانت شعبك محتاج. نحاها من لحمك باش تروح تمدها لكوبا. خاطر كوبا بيان سور الحصار دايرته عليها الامريكان، والامريكان ما تفاهمش مع الروس، وانت الروس الشريك جديد، دونك نحاول هكا نرضي هذا وهذا، ومهم شعبي برك نخليه الاخر. فهذه يا خالتي انا نظن انها نقطه سلبيه، يعني كنت كومباري هذا العمل بوش يحتاج الشعب، انا نظن والله اعلم انها نقطه يعني تحتسب للاسف يعني على ظهر الشعب، واللي يستفيد منها الشعب تستفيد منها كوبا، ومع كل احتراماتنا ليهم وشعبهم ماشي مشكل، احنا مشنا ولكن انا نفضل انه يبنيوا بها قنطره ولا ضوضانه سيدي، على الاقل تمنع ارواح خير من يعني. وان بليس صواردنا يعني سلفهم الشعب الجزائري الكوبا، من حقه انه يرجعوا له بالفائده اللي تفاهموا عليها، لكن احنا هاك تعرف شعب مرمد وهو راهو يتصدق. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، باش تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.